وحشتوني 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 مما لا تتخيل. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة طيبين. النهارده هنعمل محشي كرنب، وهنعمل بتنجان وفلفل، وجت بالصدفة كده معايا. تمام. معايا بصلتين فرماهم كويس، ومعايا شوية زيت على قد البصل. هنحمر كل الحاجات الحلوة دي مع بعضيها، وهننزل بمعلقة كبيرة من الثوم، ونحمر برضك كل الحاجات الحلوة دي، وشمي أحلى ريحة يا فوزية. ما تبخليش عليا بلايك في حكاية شيرين في المطبخ، وتدخلي على صفحة شيرين الحداد على الفيسبوك. الريتش واقع واقع واقع، وبقالي كتير ما عملتش فيديوهات بسبب عدم التفاعل. نفسي مقفولة بصراحة من القناة ومن الصفحة. البصلاية بتاعتي اتحمرت، نزلت عليها بالطماطم، وهننزل عليها بمعلقتين صلصة. الصلصة دي مش عارفة كانت خفيفة كده، اول مره كنت اتعامل بيها. وهتنزلي بالبهارات بتاعتك: شويه فلفل اسود 7 بهارات، شويه حبهان، شويه ورق لورا مطحون، شويه شطه، ملح، معلقه سكر، محتويات الصلصه بتاعت المحشي. متبخليش تصلي على يشفع فيك اليوم الدين. وكومنت حلو منك عليه الريتش شويه، فرحيني كده. انا مش طالبه منك كتير. انتوا متعرفش انا بتعب في المحتوى قد ايه عشان اوصل لك الدقيقه والثلاث دقايق اللي انت بتشوفيهم. آه حاولي تساعديني. معايا الرز بتاعي غسلاه ومصفياه، ومعايا بردك الخضرة بتاعتي نفس القصة. شايفين الخضرة لونها عامل ازاي؟ لونها حلو جدا. تمام. كنت جايبة كرنباية، قلت هتاخد مثلا ايه بتاع نص كيلو رز. ما خدتش نص كيلو رز. اتفضل ايه رز كتير منها بصراحة. استحرمت ايه ان احطه في الفريزر. رحت جبت كيلو بتنجان ونص كيلو فلفل، ورحت حشيت بقيه الرز. يعني انا كان المقصود ان انا اعمل كرنبايه واحده. الكرنبايه ما ادتنيش ورق بصراحه. هنا بوريكم تقطيعتي للكرنب عامله ازاي. بقطع العرق بتاعها، وبعد كده بلفه، وبعد كده بقطعه على حسب طول الكرنبايه او ورقه الكرنب. لو كبيره بقطعها على 3 قطع، صغيره بقطعها على قطعتين، على حسب بقى التقطيع اللي انت عاوزاه. انا بقطعهم كلهم بقى مره واحده كده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده بقطعهم يعني القطعه المناسبه ليه. لو انا عايزاه كبير عايزاه صغير، على حسب اللي انت عاوزاه. اقطعيه وابداي احشفين في المحشي بتاعك. كانوا شويه محشي حكايه، والكرنب كان حكايتين. بس الكرنب غالي جدا. يعني جايبه كرنبايه بقولك ما جابتش نص كيلو رز، جايبها ب60 جنيه يعني. وجايبه شويه خضره ب20 جنيه اللي انتوا شايفينها دي. ماشي. وغير الطماطم وغير الرز وغير معرفش ايه. يعني شوفوا هتتكلف قد ايه كرنبايه، وما عملتش ولا لحمه ولا فراخ. ربنا يرحمنا برحمته. يعني مش عارفه احنا هنروح فين تاني يعني. طبعا محشي قدامكم اهو. المحشي بتاعي في ناس بتحشيه على طبق. كل واحد ليه طريقة في المحشي بتاعه. ودي القطع الكرنب اللي لما بقطعها هي على حسب برضك التقطيع اللي انت حابة تقطعيها. آه صلوا على النبي يا جماعة، صلوا عليه يشفع فيكم، وأمان عليكم أمنتها لكم يوم الدين. متبخلوش عليا بلايك أو كومنت حلو. صلوا عليه يشفع فيكم. مش عايزة أكتر من كده بصراحة. هنا حشيت المحشي بتاعي، ما جابوش حتى نص الحلة. وادي البتنجان والفلفل اللي انا عملته. طبعا انا ما عملتش ولا لحمه ولا فراخ، قلنا نغير شويه. جبت مكعبين ماجي، قطعتهم كده او فتفتهم كده على وش الحله. جبت هنا واحده ماجي والتانية واحده ماجي. تمام. نفس القصه كده. ومعايا شويه ميه من الحنفيه عاديين خالص. يعني مش هقولك انا سخنت ميه ولا الكلام ده، لا. شويه ميه من الحنفيه، وهحط فيها بردك مرقه دجاج. تمام. ايات قدام عينيكم. واحط معلقه صلصه، وكان في السر عليم اهو. وقلبي كل الحاجات الحلوه دي، وحطي شويه فلفل اسود في اللي انت هتعمليها.
اهوت. كل حاجة وراكم قدامكم، محذفتش اي ايه، اي حاجة. وادي شوية الصلصة اللي كانوا متبقيين من البطرمان. المحشي انا بعمله قبلها بيوم، تمام. اقول ايه عشان اكون نايمة براحتي، انتوا عارفين المدارس بقى والدروس وكده، اعمله على طول، ايه اولع عليه على طول، ببقى يعني بقوم براحتي. ادي الشوربه بتاعتي اتعملت اهيت بالماجي وبالصلصه، وابدأي شربي الايه، حطي الشوربه بتاعتك على الحله. حطيت فلفل اسود اهوت. بصراحه والله يعني ربنا بيطعم الاكل والله، وكل حاجه فيها بركتها، والحمد لله راضيين، وربنا يكملها معانا على خير، ويسترنا دنيا واخره، ويعدينا منها على خير يا رب. ادي الحلل بتاعتي اهيت. ابدأي حطيها يا فوزية على البوتاجاز. اول ما تتشرب كده تشرب ميتها، وطي على قد ما تقدري عليها، وطي العين على الاخر اكنك بتسوي رز عادي. طلعوا شوية محشي حكاية اهوت، شوية محشي حكاية. عندك الشوربة الدنيا ما وقفتش يعني. ولو ملوخية نفس القصة برضك، شوية قولوا معايا شوية مية وشوية مرقة وسخنيها وخلاص يعني. ادي المحشي بتاعي كان يتحدث عن نفسه، والله الكاميرا ظلماه اهو. وادي البتنجان والفلفل، والف صحة وعافية على قلبكم. متنسوش المتابعة يا جماعة والاشتراك وسبسكرايب وكومنت حلو منكم، وتصلوا على النبي. باي باي.